السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده. عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم زعزع البلدي صحي ومغذي. قدموه للاسره ديالكم في الشهر المبارك الكريم في السحور او لا في الفطور، كيعطيكم طاقه نهار كامل. شي حاجه اللي صحيه، وبالخصوص الناس اللي كيصوموا في هذه الفتره هذه غادي ينفعكم بزاف. وبالنسبه للرايب البنات راه محضر في البيت، غادي نشاركه معكم ان شاء الله. كيجي خاتر، وكنتمنى لا فيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، ويلا هو معايا باش تشوفوا المكون. نشاركوا معكم عن قرب بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يعرفوه، يعني الزرع المهرس او لا هربل. بالنسبه لنا حنا كنقولوا له هربل، بالنسبه لمناطق اخرى ما عرفتش الاسم ديالو بالضبط. المهم راه متواجد عند العطار، الا قلتوها له راه غادي يعطيه لكم. صافي من بعد ما كناخذوه كنقيوه، يعني ضروري كتنقيوه، تحيدوا منه اي حاجه الا كانت فيه. صافي وكناخذوه هنايا اناء او لابانيو اللي يكون واسع، وغادي نغسلوه. يعني كنغسلوه المره الاولى وكنغسلوه المره الثانيه، يعني غسلوه 3 المرات حتى تتاكدوا بلي داك النشا ما بقاتش فيه، وكذلك داك الشوائب اللي تيكونوا فيه كيطلعوا. هانتوما غادي تشوفوا معايا كل شيء يعني قدام عينيكم بعد ما كنكبوا عليه الماء. هانتوما الاخوات شوفوا معنا الشوائب اللي كيطلعوا فوق الماء، يعني كنصفيو داكشي كامل كيتحيد. كنبقاو نغسلوه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه حتى كيبان لكم داك الماء ديالو رجع صافي، يعني ما كيبقاش فيه داك النشا وما كيبقاش فيه نهائيا، يعني داك اش كنقولوا له بالضبط، داك الخش ديال الزرع كيطلع. هانتوما كما غادي تلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا. غادي نصفيه وغادي نرجع معكم باش نغسلوه المره اخرى. كنستمروا بحال هكا. وهنا البنات بعد ما كنغسلوه 3 ديال المرات كنخليه في الماء ديالو المده ديال نص ساعه او لا ساعه، يعني كتخليوه الوقت الكافي حتى كيبدا يرطب معكم باش ما كياخذ لكمش الوقت في الطياب، حيت لا درتوه مباشره يعني هو قاصح كيتعطل بزاف البنات، يعني كياخذ لكم حتى ساعه او ساعه ونص في الطياب. يعني الا رطبتوه في الماء نص ساعه او لا ساعه، يعني على حسب وقتكم نتوما، يعني كتساعدوه باش كيرطب وباش ما كيستغرقش وقت كتير باش يطيب لنا. في هذه الاثناء هذه انا واضعه البرمه ديالي حتى كيغلي فيها الماء. خديت هنايا كسكاس صافي وكنفرغ فيه داك هربل. صافي كنصفيه على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنصفيه كنوضعو مباشره فوق البرمه حتى كيفور، يعني كتطلع فيه داك الفوار. ما كتحتاجوش تبقاو تعاودوه بحال الكسكسو، يعني كتوضعوه المره الاولى وكتخليوه يطيب تقريبا نص ساعه. كما قلت لكم بعد ما كنرطبوه ما كياخذش وقت كتير، دغيا كيوجد معكم. الا ما رطبتوهش مثلا ودرتوه مباشره راه كيتعطل، يعني كيتعطل بزاف باش يطيب، كياخذ وقت كتير. صافي دابا غادي نوضعوه فوق النار حتى يوجد معايا، ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوه معايا وباش نشارك معكم الشكل ديالو والتقديم ديالو. وهانتوما الاخوات كما كتشاهدوا معايا وكيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيطيب. يعني باش تعرفوه طاب كتاخذوا واحد شويه ولا حبه كتبركوا عليها هكا بس الاصبع ديالكم كتلقاوه باللي راه رطب، يعني راه غير مشوفه كيبان باللي راه طايب. هانتوما راه ما كيتعجنش نهائيا، كتجي حبه على اختها. ما تحتاجوش تدهنوه لا بزبده ولا بزيت، يعني كتكتفيو به كما هكا. يعني في المره الاولى كتغسلوه باش كتحيدوا منه داك النشا اللي كتكون فيه، حيت هي اللي كتخليه يتعجن. الا ما تغسلش مزيان كيتعجن. صافي الاخوات كيكون هذا هو الشكل ديالو. وكما قلت لكم ما تدهنوه لا بزبده ولا زيت باش ما كيتغيرش المذاق ديالو. من بعد ما كنضيفوا عليه الرايب البلدي كيبقى محافظ. وعلى بركه الله هنا الاخوات خديت غير نص ديال الكميه، يعني على حساب افراد العائله، واللي كيتبقى ليا كنوضعوه في واحد العلبه وكنخليه في الباطه في الثلاجه. راه ما كيوقع له حتى شي حاجه، ممكن يبقى معكم 3 ايام حتى 4 ايام، خصوصا في رمضان. يعني كنحضروا واحد الكميه وكنحتفظوا بها. وعندي هنايا البلبوله كذلك نفس الطريقه ديال الطياب ديال الهربل، هي الطياب ديال البلبوله كما كتعرفوا الاخوات. كنغسلوها مزيان كنرطبوها وكنديروها كتفور.
وبالنسبه الا بغيتو تضيفوا حتى إلان ديروا إلان، ديروا واحد الكاس. والروز كذلك الا بغيتو تضيفوا الروز كتسلقوهم وكتصفيوهم صافي وكتضيفوهم مع هاد المكونات هادو. انا كنكتفي غير بهاد جوج عناصر. وخديت هنايا الفواكه، بالنسبه للفواكه اللي متوفر عندكم ديروه. خديت انايا هنايا واحد الحبه ديال التفاح ونص كيويه، واحد الكميه ديال الفريز والبنان، وممكن كذلك ديروا حتى الفواكه المجففه الا متوفره. المهم اللي عندكم ديروه. اهم حاجه انه صحي ومغذي كما قلت لكم، يعني كيعطيكم واحد الطاقه في رمضان، خصوصا في رمضان يعني كيشبع البنات ما كتحسوش بالجوع. صافي كنوضع هنايا الزبيب، كنوضع الكركاع واللوز على هذا الشكل هذا. الكميه كتبقى اختياريه، الكميه كما قلت لكم كتبقى اختياريه، كديروا على حساب افراد العائله اللي عندكم. وهنايا كنضيف البنان. وبالنسبه للبنات لذاك الفواكه المجففه يعني ما تضيفوهمش حتى الوقت اللي تبغيو تقدموه، عاد كتضيفوا الفواكه المجففه باش ما كتبردش، كتبقى محافظه على ديك القرمشه ديالها. يعني كنوجدوا العناصر كاملين وكنضيفوا عليهم في الاخير الرايب البلدي اللي فت وشاركته معكم. وان شاء الله مازال غادي نشاركوا معكم هذا العام ان شاء الله الى كتب. صافي كما كتشاهدوا معايا كيجي خاتر وعاقد، وكنقدموه هكايا في زليفات كما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للتزيين الاخوات كيبقى اختياري، زينوا باي حاجه متوفره عندكم في المنزل ديالكم. كنتمنى لا فيديو ينال الاستحسان ديالكم كما العاده. وصلت معكم لنهايه الفيديو. كيكون هذا هو الشكل النهائي. اللي بغى يزينو بصوص ديال كراميل اولا شوكولا اللي متوفر عندكم ديروا خطوط وقدموه للعائله ديالكم بالصحه والراحه. ما تبخلوش عليا باللايك البنات والبارطاج، وما بقى لي غنقول لكم مع السلامه.